ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي المتواضعه عالم دعاء عسقلاني. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها ان شاء الله. طبعا مدلعاكم فيديوهات قصيره، بس لينا فتره كده ما عملناش فيديوهات طويله، وحبيت لما ارجع ما ارجعش بايدي فاضيه، لازم اعمل لكم فيديو من اللي هو الفيديوهات دي. طبعا احنا متعودين عليها، بيبقى عندنا منتج جربناه وما عجبناش، حلينا المشكله بتاعته ان احنا جبنا منتج تاني وبقول لكم على مزايا وعيوب ده ومزايا وعيوب ده. بس الفيديو بتاع النهارده مختلف تماما. النهارده عندنا منتجين حلوين مفيش غبار عليهم. المنتج الاولاني اللي معانا مجموعه بديل البروتين. المجموعه دي يا جماعه انا عملت لكم فيديو قصير قبل كده عنها، بس حسيت انه لا، لازم اديها حقها بالكامل علشان تعرفوا المميزات بتاعتها الخطيره. المجموعه دي ممكن تجيبيها لو انت عامله شعرك بروتين او كيراتين او اي حاجه من الحاجات دي، علشان طبعا بيبقى فيه شامبو مخصوص وبلسم وحاجات كده بتستخدميها اثناء الفتره اللي انت عامله فيها البروتين والحاجات دي. تمام؟ طيب المجموعه دي عباره عن ايه؟ المجموعه دي عباره عن شامبو وبلسم كريم ليف ان سيروم زي ما احنا شايفين، اربع عبوات. تمام؟ طيب هو لازم نشتري الاربع عبوات مع بعض؟ يعني بصوا، انا جربت كل حاجه، جربت لكم كل حاجه بمعنى اصح. جربت مثلا لما نستخدم شامبو بس بيبقى التاثير عامل ازاي، جربت لما نستخدم البلسم بس التاثير بيبقى عامل ازاي. بس حقيقي افضل نتيجه ما اخدتهاش غير لما استخدمت الاربع منتجات مع بعض. ده مختصر كل التجربه علشان ما اطولش عليكم في الكلام. طيب لو انت مش عامله بروتين ولا كيراتين ولا اي حاجه من الحاجات دي هتنفع معاكي؟ هو ده مربط الفرس. انا ما كنتش عامله الحاجات دي ومع ذلك نفعت معايا جدا وامنه للاطفال، وكنت بستخدمها لاولادي. وخصوصا بصوا كمان هتاخدوا منها افضل نتيجه لو انت شعرك ما عملتيش فيه اي حاجه قبل كده. انتوا متخيلين انا كنت بعمله لشعر بنتي، وبصراحه كان كل اللي يشوفه ما يعني يقول لي هو في ايه، هي شعرها ايه حصل له. كان بصوا زي ما يكون معمول ببليس او معمول سشوار، فاهميني؟ بصراحه المجموعه لا غبار عليها، حجمها كبير جدا ما شاء الله. لو انت بتستخدميها لوحدك ممكن تقعد معاكي 6 شهور، لو انت بتستخدميها مع حد ممكن تقعد من 3 ل4 شهور. طلبتها مره 2 3 4، للأسف بعد كده ما بقتش موجودة في السوق وبقينا بنعاني علشان نلاقيها، فده خلاني أدور على حاجة تانية علشان أظبط الموضوع. يعني احنا مش هنقعد كده منكوشين يا جماعة، لا. المهم في الفترة دي أنا كنت بستخدم إيراكير أو البراند ده، جبت من عنده حاجات للبشرة وأنا عاملة لكم فيديو قبل كده، روحوا شوفوه اللي هو فيه أفضل المنتجات. هحط لكم الصورة بتاعته هنا على جنب. مش هتكلم تاني عن منتجات البشرة لأن أنا طبعا يعني اتكلمت وشرحت كل حاجة عنها في الفيديو، ظهر لكم الصورة بتاعته فممكن تروحوا تشوفوه بالكامل. ده بقى عبارة عن اوردر كنا عاملينه انا ومرات اخويا، وجبت منتجات للشعر. انا كنت قبل كده طالبه اوردر منهم بتاع الشعر، ومن جماله ومن حلاوته اتنسف نسف، ما بقاش فيه اي حاجه. فروحنا عملنا ريستوك تاني للمنتجات بتاعه الشعر، وكمان جبنا منتجات للبشره لانها هي شافت تاثير منتجات البشره عليا فحبت تجرب. تعالوا بقى اشرح لكم الحاله اللي كانت عندي في شعري علشان لو حد عنده نفس الحاله. الشعر عندي كان من كتر استخدام البروتين والكيراتين والحاجات دي الشعريه نفسها تكوينها اختلف، باظت. لما بقيت بستخدم اي حاجه على شعري ما بقاش بيجيب اي نتيجه، لا نافع حمام كريم ولا نافع حمام زيت ولا نافع اي حاجه. ده ادى لهيشان وتقصيف فوق الطبيعي. فدورت على الحاله دي وطلع اسمها فرط بروتين، فما ينفعش ان انا استخدم اي منتجات فيها بروتين. وللاسف انا كنت بستخدم منتجات فعلا، يعني الشامبو وحمام الكريم اكتشفت انهم مكونين من بروتين جنين القمح، فده كان كمان بيزود المشكله عندي. فانا قررت ان انا اكلم حد مختص، وهناك في البراند بيشوفوا الحاله بتاعتك عامله ازاي ويقولوا لك انت محتاجه ايه. كلمتهم وشرحت لهم الحاله بتاعتي، ادوني الشامبو اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا انا علاقتي بالالوفيرا او بالصبار ان الشامبو بتاع الصبار يبقى هينشف الشعر، ده ما حصلش تماما. الشامبو بيرطب جدا، بيرغي وبينظف فروه الشعر رغم ان هو زيرو سلفيت، بس مع ذلك في رغوه، لان في ناس يعني ايه ما تحسش انها غسلت شعرها غير لما تطلع رغوه كده من الشامبو. تمام؟ بعد كده في حمام الكريم الجامد التحفه الخطير ده. بصوا اول مره استخدمته واول ما حطيته على شعري، المفروض تحطيه على شعرك وتسيبيه ربع ساعه. حمام الكريم حرفيا شعري امتص كله. يعني شوفوا من كتر ما انه ما كانش فيه ترطيب خالص في شعري، شعري امتص كله. لما جيت اشطف شعري مفيش حاجه نزلت، مفيش حاجه نزلت يا ولاد. شايفين انا واكله نصه اصلا، يعني بستخدمه ليا برضو والبنوتي برضو.
فرق جدا 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 للشعر نفسه وترطيب الشعر. شعري كان من اقل حاجه بيهيش، يعني شعري بمجرد ما كانت الميه تنشف منه في مشكله يا جماعه ولازم تتعالج. ده بقى الواكس الخطير الجامد التحفه. بصوا احلى حاجه فيه ان هو خفيف ومش بيدهن، يعني بصوا بيرطب ومش بيدهن. شايفين احنا واكلينه اصلا. دي المجموعه اللي انا فعلا بستخدمها يا جماعه، واللي على اساسها عملت ريستوك تاني. احنا كده خلصنا كلام عن المنتجات بتاعه الشعر اللي انا كنت جايه اكلمكم عنها. كمان هكلمكم عن الديودرنت، علشان لو في ناس حابه انها تجيب مزيل عرق ما فيهوش ريحه نفاذه، الناس اللي ما بتخرجش ببرفيوم. مزيل العرق ده يا جماعه تحفه، خفيف وما بيسيبش اثار في الهدوم، جميل جدا وثابته، او بمعنى اصح يعني التاثير بتاعه ثابت. فلان هو اصلا الريحه بتاعته مش نفاذه، الريحه حلوه مقبوله، وهو حجمه صغير قوي بس هيقعد معاكي، فاهماني؟ لان يا دوب اقل كميه منه بتادي المفعول بتاعها. كده احنا خلصنا الكلام عن المنتجات بتاعه الشعر. تعالوا بقى، هو في طبعا هيظهر لكم دلوقتي منتجات تاني، بس دول هتكلم عنهم في فيديو تاني مختلف علشان اكون جربتهم، لان في حاجات جبتها جديده هكلمكم عنها لما اجربها فعليا. المشكله اللي واجهتني يا جماعه اسعار الشحن. كون ان سعر الشحن يزيد لدرجه ان هو يبقى تقريبا بثمن منتج من المنتجات، ده كان بالنسبه لي حاجه مش مقبوله. رحت اطلب ولقيت الشحن تضاعف، فطلبت المجموعه كلها بالمره. طبعا كلنا عارفين ان اسعار الشحن بتحددها شركه الشحن، البراند ملوش اي علاقه بالموضوع ده. فانا قررت قرار مجنون حبتين، قررت ان انا ابقى موزعه للبراند طبعا، وبمشاركه الجنان ده مع مرات اخويا. فانا وهي ان شاء الله هنبقى موزعين للبراند، وعملنا صفحه طلب الاوردرات، وهنحط لكم اللينك بتاعها تحت في اول كومنت مثبت. اللي محتاج اي حاجه يبعت لنا، او محتاج يستفسر عن اي منتج او اي حاجه من الحاجات دي يبعت لنا، وان شاء الله هنرد عليه وهنبدا نفتح اوردر باذن الله. وكل اللي محتاج حاجه يطلبها ان شاء الله. يا رب تكون فتحه خير علينا باذن الله. دي كل الحاجات اللي انا كنت عايزه اقولها لكم النهارده في الفيديو بالنسبه للمنتجات اللي عماله تظهر دي. يعني ايه، قلت زي ما قلت لكم هشرح لكم بعدين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، اعملي شير انت واصحابك، اطلبي مننا، وما تنسيش تفعلي الجرس علشان اول ما ننزل الفيديوهات الجديده توصلك ان شاء الله.